يعني موقفي مش بس كمسؤول هنا في الدولة المصرية، ولكن كإنسان، يعني كإنسان بيحلم لقارته، لشعوب القارة اللي هي تستحق إنها تعيش أفضل من كده وتنمو أكتر من كده. وشاءت إرادة ربنا سبحانه وتعالى إن كل القارة الإفريقية لديها الموارد، كل الموارد، سواء كانت موارد طبيعية أو موارد بشرية كافية إن القارة الأفريقية تبقى تاخد مكانها المناسب وسط قارات العالم. لو كلمت عن الموارد الطبيعية اللي موجودة في القارة، المية اللي بتنزل على القارة كلها تكفي إن القارة دي إنتاجها الزراعي مش يغطي القارة فقط، يغطي بدون مبالغة يمكن احتياجات كتيرة، يمكن تكون جزء كبير جدا من العالم. طب ما ايه المشكلة اللي بقالها سنوات طويلة جدا بتعاني منها دولنا؟ وانا بكلمكم وانا من دولة منكم، يعني الاستقرار والامن والامان. محدش ابدا هيقدر يعمل خطة في بلده وينفذها الا اذا كان فيه العامل الاساسي ده، ان الناس تشتغل وهي مطمنة، ان المستثمرين ييجوا وهم مطمنين على استثماراتهم. طب ده هيكون موجود ازاي وفي حالة من عدم الاستقرار؟ المخاطر بتاعت الائتمان هتبقى عالية جدا. انا لما اجي النهاردة ادي قرض لدولة مستقرة آمنة، تكلفته غير لما بدي لدولة فيها حالة عدم استقرار، فبزود مخاطر الائتمان. لما بتكلم عن الاستقرار والامن ما اقصدش بيها ابدا غير ان احنا يعني بنتحدث كاشقاء، واذا كنا شايلين هموم بعضنا البعض بجد ومصدقين ان انا بنظر لاهلنا في افريقيا كلها بنظرة بهذه النظرة، وتصدقوني لو كنت انا مخلص فيها، واتمنى لكل الدول ولكل الشعوب الامن والاستقرار والتقدم والازدهار والتنمية. الشعوب عايزة امل،